ليشيدوا أركان بناءاته. بنى ونمى وفعل وحضر وعلم وقاد وزرع وحصد وساوى وآخى وشيد وأعلى وغرس وقيم. سيادة الرئيس أيها الجمع الغفير، نحن نبني أجيال تصنع الخيال، ولا نتحدث عن مرحلة انتقالية، بل حضارات مجتمعية، نهضات علمية، ثورات صناعية، طفرات زراعية، صناعات فكرية، صمامات أمنية، معاملات أخلاقية، سياسات وطنية، قيادات محلية، رؤى مستقبلية، رياضات ذهنية، نجوم رياضية، إبداعات إعلامية، مذاقات فنية، معلقات أدبية، حمايات عسكرية، سياسات قومية، رجالات سياسية، تحزبات عصرية، مسارات اقتصادية، تمكينات إنسانية، ترسيخات حقوقية، مبادرات شبابية، سيادات مواطنية، إحكامات قيمية، بصمات ثقافية، رسالات سماوية، سلوكيات دينية، تجديدات فقهية، اعتمادات تاريخية، إفساحات سياسية، مجالات فكرية، مساجلات حوارية، تطبيقات ديمقراطية، نظريات تشريعية، تشريعات قانونية، احترامات جيلية، حريات مناخية، فلسفات تقدمية، بناءات أهرامية، تكاملات عرقية لبصمات مصرية تقود المجتمعات الدولية. سيادة الرئيس أيها الجمع الغفير، في ظل الدولة المصرية. أضحك ولا أعيط؟ فلتطلق يا سيادة الرئيس هذه الأسد ليسمع العالم زئيرها، وتسير الشعوب على هج وقع أقدامها، وتنهض المجتمعات بعلو همتها، وتسعد الإنسانية بمذاق حضارتها، لندعمهم ونمكنهم ونطلقهم ونشاركهم في بناء هذه الحضارة وتشييد دعائم هذه النهضة.